الرزق وما أدراك من رزق. وكل ما يحصل في العالم من اجتهاد ومن منافسات وحروب إلا بحثا عن الرزق وعن شبح المستقبل هذا. وقد قال المولى سبحانه عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والرزاق هو الله جل في علاه ذو القوة المتين. وهنالك 4 أمور قد كتبها الله قبل أن يدخل الإنسان إلى الدنيا أو يأتي إلى الدنيا، ومنها الرزق. طبعا الاسم وشقي أو سعيد والرزق والأجل، فهذه محسومة. والله سبحانه عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. هنالك من ظن أن الرزق فقط في المال، في الرصيد البنكي، وهذا قد أخطأ الفهم. بل العلم رزق، والأخلاق رزق، والنسب رزق، والذرية رزق، والأمن رزق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر وقد وضح وقد بين أن من أصبح منكم معافى في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه وفي رواية وفي سربه كأنما حيزت له الدنيا بأسرها. فليحمد الإنسان الله جل في علاه على جميع النعم، ما يعلم منها وما لا يعلم، ما ظهر منها وما بطن. فأعجبتني بعض هذه الأبيات، أحببت أن أنقلها لكم. يقول: ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، قد يكون الرزق خلقا أو جمالا، قد يكون الرزق عقلا راجحا زاده الحلم جمالا وكمالا، قد يكون الرزق زوجا صالحا أو قرابات كراما وعيالا، قد يكون الرزق علما نافعا، قد يكون الرزق أعمارا طوالا، قد يكون الرزق قلبا صافيا يمنح الناس ودادا ونوالا، قد يكون الرزق بالا هادئا إنما المرزوق من يهدأ بالا، قد يكون الرزق طبعا خيرا يبذل الخير يمينا وشمالا، قد يكون الرزق ثوبا من تقى فهو يكسو المرء عزا وجلالا، قد يكون الرزق عرضا سالما ومبيتا آمن السرب حلالا، ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، كن قنوعا واحمد الله تعالى، ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، كن قنوعا واحمد الله تعالى. فالحمد لله في النعماء والضراء وفي الرخاء والبلاء. اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم ربنا ما أصبحنا به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسينا به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.